كريستيانو رونالدو من مواليد 2/5/1985 ولد في جزيرة ماديرا في البرتغال من عائلة فقيرة ومتواضعة. وبالمناسبة والدة كريستيانو رونالدو كانت بتفكر في قتل صدمة، وراح نتطرق للموضوع ونحكي فيه بالتفصيل الممل بعدين. خطيرة يا رونالدو، يا رونالدو، يا كريستيانو يا كبير، يا كريستيانو، يا رونالدو، هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب. بالرغم من المعاناة ونشأته في العائلة الفقيرة وظروفها المادية كانت جدا صعبة، كان حلم كريستيانو رونالدو دائما التطور والنجاح في كرة القدم لأنه كان شغفه الوحيد. معلومات سريعة عن كريستيانو رونالدو قبل ما ندخل في قصته ونشأته وجميع انتقالاته. رونالدو هو الأكثر تسجيلا في منتخب البرتغال، وهو هداف المنتخبات كأكثر لاعب سجل مع منتخب بلاده، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد بأكثر من 400 هدف، وهو أيضا الهداف التاريخي لدوري الأبطال، وهو الهداف التاريخي لبطولة اليورو، وأكثر شخصية رياضية متابعة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أم كريستيانو رونالدو كانت بتفكر في إجهاض رونالدو لأنه ما كانت بده إياه يعيش العيشة اللي هم عايشينها، لأنه الأب كان مدمن عافانا وعافاكم الله، والأم كانت طاهية وكانت دائما مشغولة. فالأم كانت بتفكر في الموضوع بجدية إنها لازم تجهض الولد اللي حتجيبه، ولكن يشاء ربك وسبحان الله إجا الولد وغير لهم حياتهم. 34 عام، المذهل رونالدو، المدهش كريستيانو، حديث كل ساعة في إيطاليا كالعادة، كل العالم في انتظار رونالدو. وماذا يكتب فيك وماذا يدون عنك بماذا يتحدث عنك رونالدو؟ وما تفعل وما تصنع وما تأتي به وما تفكر فيه غير منطقي، لا يحق لأحد غيرك أن يفكر فيه إطلاقا، لأنك اللاعب الذي دائما ما تفكر خارج بأن تأتي بالأشياء الخيالية. لا أعتقد بأن الأرقام التي تمتلكها واقعية إطلاقا، فأنت خيالي من الخيال. على كل، رونالدو عنده أختين اللي هم آلما وكاتيا، وأخوه الكبير اللي هو هوغو. الحلو في الموضوع إنه رونالدو هو دلوع البيت لأنه أصغر واحد كان، فكانت أمه دايما بتدلعه وتعمل له اللي بده إياه. بس الموضوع لو يرجع لأخوانه كان دايما العكس تماما، الموضوع عندهم جلد 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 وبس. في عمر 8 سنوات انضم رونالدو إلى نادي أندورينها الصغير. بعد ما كان أبوه بداوم في النادي، كان كل يوم يروح مع أبوه الشغل وكل يوم يلعب مع أولاد جيله هناك، وانضم للنادي ووقع عقد، أول عقد يوقعه في حياته وهو عنده 8 سنوات. وكان رونالدو شخصية طموحة وتنافسية لأبعد درجة، وكان يكره الخسارة في النادي أو في المباريات، يعني ما بيحب يخسر في أي مباراة بيلعبها، سواء تمرين ولا مباراة ودية، مباراة في الدوري أيا كان. وكان لما يخسر في أي مباراة أو يتعادل فريقه كان يبقوا أطلقوا عليه زملائه في النادي لقب الطفل الباكي. وبعد سنتين، فقط سنتين، في عمر 10 سنوات، وقع رونالدو عقد مع نادي ناسيونال في ماديرا. ومن هنا بنقدر نقول بدأ حلم كريستيانو رونالدو ومسيرته الاحترافية. بعد سنتين من انضمامه لنادي ناسيونال بدأت الانتقال الفعلية والنوعية لرونالدو وأخوانه وأخواته وأمه وأبوه والجميع، جميع أفراد العائلة الكريمة. بعد سنتين وفي سن 12 سنة انتقل رونالدو بدون عائلته من ماديرا إلى العاصمة لشبونة، لأنه نادي سبورتينغ لشبونة وقتها كان عامل اختبارات للأداء والكل بيقدر يسجل في هاي الاختبارات. وفعلا بعد الاختبار اللي سواه رونالدو اقتنعوا فيه إدارة النادي وتم الموافقة عليه. ورونالدو طبعا ضلوا في لشبونة وسحب على أهله، أكيد بيسحب عليه، مين اللي بتجيه هيك فرصة وبيرجع. المهم سحب عليهم وصار لاعب محترف في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. في عمر 12 سنة فقط كان موقع عقد احترافي براتب شهري اللي يقدر يوفر فيه سكن ومواصلات، واللي يقدر يحوش منه حتى شوي عشان يجيب أهله وعائلته لعنده. في عمر 12 سنة عنده مسؤوليات وكان لحاله بدون أهله، وأكيد كان كل يوم بيبكي لأنه بعيد عنه. بس الإشي المهم والأهم هو الخطة اللي راسمها في راسه وحاطها في باله، واللي هي كانت تهون عليه شوي من المشاكل والهموم اللي عنده. وفي عمر 14 سنة بدأ يبين الاختلاف بينه وبين أولاد جيله: بنية جسمانية، سرعة، مهارة، ضربات هوائية جبارة، رأسيات يعني، تسديدات وقدم قوية. هالكلام اللي قالوه عنه مش من عندي. المهم نروح لمستوى رونالدو الأكاديمي. دراسيا رونالدو طبعا كان فاشل دراسيا للأسف، وتم طرده من المدرسة بعد مشكلة مع أستاذ في المدرسة، وكانت آخر مرة يدرس فيها كريستيانو رونالدو
في سن 14 سنة. نرجع لحياته الكروية أو الاحترافية. رونالدو طبعا نفس ما الكل عارف بحب التمرين، وكنا نشوف صور لرونالدو بعد التمرين يكون بتمرن لحاله، سواء مع مانشستر أو مع مدريد أو مع أي نادي لعب فيه. دايما كان بعد أي تمرين في النادي أو الحصة التدريبية اللي في النادي كان يتمرن لحاله، وكنا نشوف له صور وفيديوهات. ولأنه بيجهد حاله في سن صغير، كان عمره فقط 14 سنة، صار عنده مرض واللي هو تسارع في دقات القلب. والمسؤولين في نادي سبورتنج لشبونة أو الطاقم الطبي اللي في النادي تواصلوا مع أهل رونالدو وطلبوا من أهل رونالدو بأنهم بدهم يسووا له عملية وبأنهم راح يتكفلوا فيها بالكامل. وبالفعل عملوا العملية وكانت ناجحة وتم علاج كريستيانو رونالدو. في سن 16 سنة من عمر كريستيانو رونالدو تم استدعائه للفريق الأول بعد ما المدرب انعجب فيه وبمستواه الخرافي. قال للإدارة يعني يجب عليكم إحضار هذا اللاعب للفريق الأول. وبالفعل رونالدو لعب في الفريق الأول ولعب 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف. وكان يلعبه المدرب دائما كجناح أيمن، وفي بعض المباريات جناح أيسر، ومرات قليلة كان يحطه كرأس حربة. تاريخ 6/8/2003 هو أحد أفضل أيام كريستيانو رونالدو إذا ما كان أفضلهم، لأنه في هالتاريخ كان في مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة. وفي هاي المباراة قرر سانتوس مدرب البرتغال السابق، نعم في هذاك الوقت هو كان مدرب لشبونة، المهم قرر أنه يلاعب رونالدو أساسي. في هاي المباراة رونالدو ما ساب ولا لاعب في مانشستر إلا وداه. يا سلام، وداه يروح يشتري مقاضي البيت، قال له بالله جيب لي معاك واحد جبن 2 بيض يا رجل. ما في لاعب في هاي المباراة سلم من كريستيانو رونالدو. وكلنا بنتذكر كيف كان كريستيانو وهو صغير مهاري جدا وسريع جدا. في هاي المباراة دفاع مانشستر كان بيعاني بقيادة ريو فرديناند. طبعا لاعبين مانشستر بينهم وبين بعض كانوا بيقولوا انه مين هاللاعب الصغير اللي قاعد برقص فينا. لفت انتباه الجميع. وفي هاي المباراة فازوا سبورتنج لشبونة على اليونايتد، ورونالدو لفت انتباه المدرب العظيم السير أليكس فيرغسون. بعد المباراة ارسل رسالة المدرب الى الادارة بضرورة التعاقد مع هذا الداهية اللي هو فيرغسون. ارسل لادارة اليونايتد قال لهم لازم تجيبوه على النادي ضروري. وطبعا ادارة مانشستر يونايتد ما بترفض أي طلب للسير وقتها. وبعديها ب6 أيام بس وقع اليونايتد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. بعد وصول كريستيانو رونالدو طلب رقم 28 لأنه هو الرقم اللي كان يلعب فيه في سبورتنج لشبون، لكن الإدارة رفضت وأعطته رقم 7، وهو كان مستغرب إنه هالرقم كان للأسطورة ديفيد بيكهام. المهم الإدارة قالت له لا تكثر كلام والبس الرقم وخليك ساكت. ومن هاي اللحظة بدأ كريستيانو رونالدو يحقق كل اللي كان يحلم فيه، سواء يلعب في نادي كبير أو يحقق إنجازات وبطولات. وأهم إنجاز طبعا اللي حققه في 2008 ومن خلال 6 سنوات مع مانشستر يونايتد اللي هو الكرة الذهبية، حققها في 2008. وأفضل لاعب في إنجلترا جابها موسمين ورا بعض 2007 و2008، وهداف الدوري الإنجليزي 2008، هداف دوري الأبطال 2008، بطل دوري أبطال أوروبا 2008، بطل الدوري الإنجليزي 3 مرات ورا بعض 2007 2008 2009، بطل كأس العالم للأندية 2009، الحذاء الذهبي 2008، بطل كأس إنجلترا 2004، أفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي 2007. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا تعبت هاي بس ألقابه في اليونايتد، لسه باقي مدريد. إجمالي لعب رونالدو في اليونايتد نفس ما قلنا 6 مواسم، لعب 292 مباراة، سجل 118 هدف، صنع 69 هدف. وفي آخر سنة لرونالدو مع اليونايتد 2009 كان في نهائي بين مانشستر وبرشلونة، الجيل الذهبي اللي ما راح يتكرر أبدا. خسر وقتها كريستيانو من برشلونة بيب جوارديولا. وفي هذيك السنة وبعد ما مسك بيريز رئاسة مدريد حدد الهدف مع بلغريني مدرب مدريد وقتها قبل مورينيو. حددوا هدفهم بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم وقتها كريستيانو رونالدو. وصفقة كريستيانو كانت أغلى صفقة في التاريخ بقيمة 94 مليون يورو. في ريال مدريد من 2009 ل 2018 رونالدو حرفيا ما حد سلم منه. رونالدو خلال ال9 سنوات هذه كان مرعب جدا مرعب جدا. لعب رونالدو خلال ال9 سنوات بمدريد 438 مباراة، سجل 450 وصنع 132.
بالمجمل ساهم ب 582 هدف في 438 مباراة. أرقام فتاكة، أرقام مرعبة. وراح نبدأ الحين في الألقاب اللي جابها مع مدريد سواء الفردية أو الجماعية. أولا الكرة الذهبية جابها 4 مرات خلال 9 سنوات غير ال5 اللي كانت مع اليونايتد. السنوات اللي جاب فيها الكرة الذهبية مع مدريد كانت 2013 2014 2016 2017، وحقق جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2016 و2017، وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب جابها 3 مرات 2014 2016 2017، وهداف الدوري الإسباني 3 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وهداف كأس العالم للأندية مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات مع مدريد غير ال5 اللي جابها في 2008 مع اليونايتد، والدوري الإسباني مرتين، وكأس الملك مرتين، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 3، والسوبر الأوروبي 3، والحذاء الذهبي كهداف أوروبا كلها 3 مرات. سنة 2018 انتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي بقيمة 100 مليون يورو. مع اليوفي لعب رونالدو 134 مباراة، سجل 101، صنع 22. حقق رونالدو مع اليوفي الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة، والسوبر مرتين. ومن بعد 3 سنوات في اليوفي انتقل رونالدو إلى اليونايتد ورجع للمكان اللي طلع منه للعالمية. لكن رجعة رونالدو لليونايتد ما كانت ناجحة أبدا. أغلب اللي بيتابع المقطع ووصل لين هنا عارف الأسباب أكيد. إدارة النادي كانت جدا تعبانة ومتخبطة لأبعد درجة، مدربين كل واحد يقول للتاني أنا أسوأ منك، يعني أشياء عجيبة وغريبة في هذا الفريق، لحد ما جاء تين هاغ اللي على أساس هو اللي بينقذ النادي. وهي الحمد لله بعد كم من يوم راح ينشات من التدريب، إذا ما انشات أصلا قبل ما ينزل الفيديو. وطبعا الكل شاف وسمع تصريحات رونالدو عن اللي صاير بينه وبين الإدارة، حسبي الله فيهم بس. ومن بعد أسوأ 2 تقريبا أو 1.5 سنة على رونالدو راح للسعودية، وبالتحديد النصر السعودي. طبعا الكل كان مذهول ومستغرب من اللي صار، لأنه وقتها كان الكل بيتوقع رونالدو يروح للأرسنال، رونالدو يروح أتلتيكو، رونالدو راح يرجع مدريد، رونالدو راح يروح على لشبونة ويعتزل. الكلام كان كتير وقتها. رونالدو فاجأ الجميع وراح للسعودية، وحاليا رونالدو مستمر في تحقيق الإنجازات مع ناديه ومع المنتخب. وعلى سيرة المنتخب، رونالدو جاب مع البرتغال اليورو في 2016، وفي 2019 جاب معاهم كأس أوروبا، وهو الهداف لليورو. نفس ما قلنا في البداية، رونالدو هو قدوة لكل شخص بيعشق التحديات وما بيحب الخسارة، وقدوة لجيل كامل من اللاعبين في كل أنحاء العالم بسبب إصراره واستمراريته وحبه وعشقه للتحديات ورغبته الكبيرة في تحطيم الأرقام القياسية وروحه التنافسية. إذا وصلت لهنا في المتابعة أحب أشكرك، فشكرا لك يا عزيز المتابع. وصلي على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هالفيديو جدا تعبني من ناحية كتابة ومن ناحية مونتاج. أعطيني لايك واشترك في القناة إذا عجبك المقطع، وانشر الفيديو عند كل واحد بيحب كريستيانو رونالدو. سلام.